ابن الشيطان بيرجع على هيئة طفل علشان الناس تتعاطف معاه وينفذ جرايمه براحته، لكن ابوه وامه بالتبني بيحاولوا يخلصوا عليه. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. في المستشفى روبرت بيكون رايح يشوف اول طفل ليه، لكن بيكون في كاهن في المستشفى بيعرفه ان ابنه مات ومراته سارة فقدت الرحم في الولادة دي، وانها مش هتقدر تحمل تاني، وانه هيديله طفل يتيم مكان ابنه، وامه ماتت برضه وهي بتولده النهارده علشان يربوه وما يأثرش على نفسية سارة مراته. فبيوافق روبرت، وبعد كام سنة بيكون الطفل كبر وبقى اسمه دانيال، وبيكون روبرت شغال مساعد السفير، لكن بيتعرض السفير لحادثة وبيموت بطريقة غريبة، وطبعا روبرت بيمسك مكانه. وفي عيد ميلاد دانيال الخامس المربية بتشوف كلب غريب وبتطلع بعدها فوق السطح وبتعتذر لدانيال وبتنتحر بعديها على طول. وبيكون في مصور بياخد صور ليهم. وتاني يوم في كاهن بيروح لروبرت وبيعرفه ان ابنه مش طبيعي، وبيواجهه بانه عارف انه مش ابنه اصلا لكنه ابن حد تاني. وقبل ما يكمل حكايته بيطرده بره السفارة على طول لانه بيخاف من الفضيحة، والمصور بيكون وراه وبيصوره. وفي البيت سارة وروبرت بيقابلوا المربية الجديدة، وبنروح للمصور اللي بيشوف في الصور بتاعته حاجات غريبة، والسبب غريب بيهجم دانيال على سارة وبيعورها علشان مش عايز يروح الكنيسة. وبالليل بيشوف روبرت في غرفة دانيال كلب اسود متوحش، لكن المربية بتعرفه انه صاحب دانيال وهنا علشان بيحرسه، فبيأمرها بانه لازم يخرج من البيت دلوقتي. وبنرجع تاني للكاهن برايتون اللي بيحاول يعرف روبرت سر ولادة دانيال، وبيعرفه فعلا ان اسرته واللي مكونة من مراته سارة مش عقيمة وانها حامل دلوقتي، ودانيال يبقى ابن الشيطان وعايز يخلص عليها هي والجنين اللي في بطنها علشان ياخد مكانه. وبيعرفه ان في كاهن تاني هيقدر يديله معلومات اكتر، لكن روبرت بيسيبه بعدها. لكن بيتعرض بعدها برايتون لحادثة غريبة وبيموت. وفي البيت دانيال بيكون السبب في ان سارة تقع من الدور التاني، وفي المستشفى بيكون الجنين مات وحصل لها كسر في جسمها كله. وبتعرفه ان دانيال هو اللي زقها من الدور التاني، وبيتصل بيه المصور وبيروح له بعدها وبيفرجوا على صور المربية اللي كان في حبل حوالين رقبتها قبل الحادثة وظهر في الصورة، وبرايتون كمان وهو في سيخ حديد بيخترق صدره، وانه المصور كمان ليه صورة هيموت فيها ولازم يلحقه قبل ما يموت. وبيروحوا بعدها للكاهن اللي ادى روبرت الطفل دانيال في المستشفى زمان، وبيقدروا يوصلوا له فعلا، وبيكون اتحول لمسخ دميم بعد ما عمل عملية سارة يبدل الأطفال. وبيعرف روبرت مكان قبر أم دانيال الحقيقية، وبيعرف هو المصور إنها من الهيكل العظمي بتاع الأم إنها مش بشرية، وإن ابنه اتقتل وده من كسر الجمجمة بتاعته علشان يبدلوا دانيال بيه. وبيظهر الكلب المسعور وبيجري وراهم لكنهم بيهربوا فورا. وفي المستشفى مربية دانيال بتديها حقنة هوا في المحلول وبتموت. ولما بيعرف روبرت بموت سارة بيقرر انه يخلص على دانيال بايديه، وبيروح للكاهن اللي برايتون كان قاله عليه قبل موته على طول، وبيعرف الطريقة اللي هيخلص بيها على دانيال. لكن المصور بيموت وهم راجعين، وبيوصل روبرت لدانيال وبيخلص على الكلب والمربية في بيته، وبياخد دانيال على مكان الطقوس اللي هيقدر يخلص عليه فيها، لكن بيمثل دانيال عليه بانه طفل وغلبان لغاية ما الشرطة ما بتيجي. ولما بتوصل بتقتل على طول هي روبرت اللي في نظرهم كان عايز يقتل ابنه. وبعدها بيعيش دانيال مع رئيس وزراء ايطاليا في طريقه لحكم العالم. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.